عارف الشعور لما تروح مكان طول عمرك حافظه صم، حافظ ريحته وزحمته وتفاصيله اللي ما بتتغيرش، وفجأة تلاقي نفسك قدام واقع تاني خالص. احنا في قلب القاهرة وفي العتبة تحديدا. طبعا الموضوع بقى منظم اكتر والصورة العشوائية قلت كتير. هنكون في جولة سريعة في الجزء اللي اتطور في العتبة واللي بقية العتبة هتكون شبهه. هنشوفه وهنحكم ونتكلم من غير تزويق كلام. هل بقى اجمل وقدرنا نحافظ على التاريخ ونضيف شياكة العصر؟ تعالوا نشوف ايجابيات وسلبيات المكان بعد تطوير جزء منه. فلو كنت جديد في القناه اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا اول باول. ويلا بينا بسرعه نبدا جولتنا ورحلتنا النهارده. من غير لف ودوران كتير هندخل في الموضوع على طول. احنا في العتبة واللي وانت فيها حاليا هتلاقي كل الاشكال موجودة، الشكل القديم بالزحمة والعشوائية اللي بقالها سنين، والشكل الحديث واللي حصل في بعض شوارع العتبة، وهنشوفه مع بعض في جولة النهاردة بإذن الله. على طول بقى هندخل في الجزء اللي قدامنا وهو شارع العسيلي، واللي موجود في العمارة الأثرية الجميلة اللي احنا شايفينها، ودي عمارة تيرنج اللي بناها معماري نمساوي، مبنى تجاري عاش فيه كتير من اليهود، وفي اللي بيسميها عمارة اليهود. المميز في العمارة الكرة الحجرية اللي شايلها 4 تماثيل، والعمارة دي بيقولوا ان مفيش غير 3 بس زيها في العالم. الزحمة برضو كبيرة جدا ولسه فرشات البياعين موجودة، لكنها هتختفي قريب بإذن الله. من جنب محل حلاوة اللي موجود من سنة 1920. حاول اعدي الطريق، الموضوع فعلا بيكون صعب شويه وسط الزحمه، لكن عدينا خلاص وداخلين وبنشوف مجموعه من الحواجز اللي اتعملت عشان منع مرور الموتوسيكلات عشان ما يضايقش اللي بيتمشوا، وده شيء كويس جدا. من الحاجات اللي عجبتني هو توحيد شكل يافطات المحلات، ودي من الحاجات الايجابيه. لكن سلبيه بقى ان في ترابيزات الخشب هنا اللي اتعملت للناس صغيره على حجم البضاعه، وعشان كده تلاقي بضاعتهم نازله كده من الترابيزه وممكن يحطوها على الرصيف. الجزء اللي بيمشي فيه الناس عرضه يعني حوالي 4 متر، اعتقد قليل نسبيا على حجم الناس اللي بتزور العتبه، لكن اعتقد مع اكتمال المشروع الناس هتتوزع على كل الشوارع والموضوع هيكون اسهل. لسه مع بعض في شارع العسيلي واللي اتطور هو شارع الجوهري وشارع يوسف نجيب بامتداده، واحنا لسه في المرحله الاولى من تطوير ميدان ومكان. رغم كل حاجه فاللي حصل ده انا اعتقد انه انجاز كبير لكل اللي عارف العتبه. اعتقد من السلبيات اللي شفتها برضو وجود بعض الاوراق والاكياس على الارض. احنا في منطقه تجاريه بس مهم جدا وجود سلات للمهملات عشان يفضل المكان والممر نضيف. عامل النظافه شغاله اهو، بس الاولى ان الناس والعمال ما يرموش حاجه. واحنا كده بقينا في شارع الجوهري واللي بيخرجنا على شارع البوسطة قدام جراج العتبة مباشرة. طبعا تم تطوير 150 وجهة من المحلات التجارية هنا، ولكن وبصراحة المحلات دي اتظلمت كتير من الفرشات اللي كانت بتقفل عليهم مداخل المحلات، واعتقد ان هم لسه مظلومين ولكن بشكل اقل. لسه بنشوف الناس اللي ماسكة شالات وبلوفرات، وفي اللي ماسك احزمة في وسط الممشى. الموضوع لازم يكون ليه قواعد. وهندخل يمين من هنا من على جزء من شارع رواعي، هو الجزء اللي اتطور، وبنكمل الرحلة مع بعض. ولو لسه موجود معايا في الفيديو اتمنى انك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. ملاحظين مع بعض طبعا وجود كاميرات للمراقبة على كل عمود من العواميد، وده شيء كويس جدا لمنع اي حاجة وللمحافظة على امان الناس. ولسه يعني ظلي ماشي معاكم في الحلقة، وهو بقى شايفين ناس جابت ستاندات وحطت عليها بضاعة. دي حاجة طبعا مش حلوة. ميزة بقى هو وجود المظلات اللي موجودة عشان وقت الصيف والحر تقدر تتفرج براحتك. واحنا كده لسه ماشيين في جزء من شارع الرواعي، واللي في النهاية كده هيكون وصلنا لنهاية الجزء المطور هنا. وفي جزء كمان في شارع يوسف نجيب، واحنا هنرجع مع بعض في اتجاه شارع الجوهري مرة تانية. واحنا بنتكلم نقول على السلبيات والايجابيات ممزوجين مع بعض كده وحسب ما بنلاحظ مع بعض. وعشان نتفرج معاه يعني نتفرج كده على اجزاء كتير، حاولت ادخل له نتمشى جنب المحلات، لكن يعني لقيت ان الموضوع تقريبا مسدود، فهرجع مرة تانية وهنكمل رحلتنا مع بعض بإذن الله. شوفوا بقى بلاعة الصرف دي مهمة جدا جدا عشان عدم تجمع الأمطار هنا في الشتاء جوه الممر، لأنهم عملوا عملية إحلال وتبديل شبكة المرافق هنا في المكان.
من الحاجات الجميلة كمان اللي حصلت هو دهان العمارات المطلة على المكان هنا، ورمموا 4 عمارات طرازها المعماري مميز في العتبة. كمان تم تجديد 11 عمارة مطلة على السوق في الجزء اللي احنا فيه. يعني شكل الواجهات واليافطات الموحدة رائع جدا، لكن اللون الذهبي يعني حلو طبعا، لكن مع اللون البيج المدهون بيه الحيطة يعني مخلياه مش ظاهر بشكل كافي. احنا كده رجعنا لشارع الجوهري وبنلاحظ ان الترابيزات بنشوفها مع بعض كده هتلاقوها انها مرقمة، وفي انحاء العتبة كلها هيستفيد من الترابيزات دي 473 بياع. خرجنا بره في الشارع وفي شارع البوسطة اهو مع بعض، وده الشكل القديم للفرشات وعربيات العصير، وقارنوا انتوا بقى بين الشكلين. اعتقد الموضوع محسوم تماما. بنشوف كده المكان، وطبعا قدامنا هنا جراج العتبة، ويعني يلا بينا بقى نرجع مرة تانية نتمشى جوه المكان، واللي فعلا العتبة بتاريخها وعراقتها وشهرتها التاريخية عبر الزمن كانت تستحق كده من زمان. برضو ما زلت بتكلم عن الأكياس والأوراق اللي في الأرض. كنت بعتقد إن لو كانت الأرض هنا اتعملت بالأحجار المشابهة للي موجودة في شارع المعز مثلا، كان الموضوع هيكون مكلف أكتر، بس كان هيكون أجمل بكتير. احنا لسه مع بعض في العتبة وفي المكان اللي اتحول من شكل عشوائي تماما لشكل مميز، ولكن هو محتاج محافظة مننا. ولو لسه موجود معايا في الفيديو أتمنى إنك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. عيب بقى، عيب عليك. لسه في شارع الجوهري وراجعين لشارع العسيلي. في واحد اهو بتاع يعني عرقسوس او تمر هندي او صوبيا حتى، يعني هو ماشي مفيش مشكله، لكن العيب بقى وجود ناس برضو شايله بضاعه وواقفه في نص ممر المشاة. ده بيعمل زحمه، ولو حد وقف يتفرج على اللي معاه الزحمه هتزيد، فلازم يكون في رقابه صارمه على الناس دول. وزي ما حضراتكم شايفين كده قدامنا على طول بتشوفوا دهاليز ودروب ملهاش اخر في العتبة، ومليانة كلها بضاعة كتير جدا، لو فيها ملابس وأقمشة وأحذية، وكل اللي ممكن يخطر على بالك هتلاقوه موجود في الدروب اللي موجودة في أنحاء العتبة بصفة عامة. احنا طبعا في المرحلة الأولى من التطوير، واللي النموذج ده هيتكرر في 5 شوارع تانيين كمرحلة تانية خلال الفترة اللي جاية، وبعديه بقى المراحل هتتوالى. اللي بيأخر الموضوع شوية هو طبعا تغيير المرافق وعمل شبكات جديدة وعوامل أمان ضد الحريق أو الماس الكهربائي. لكن عموما كان مهم جدا إعادة إحياء المناطق التاريخية وتنظيم الحركة التجارية في الأسواق اللي مع الوقت بقت أسواق عشوائية. هاجي معاك زي ما قلت لك. خارجين مرة تانية مع بعض على الميدان، وقدامنا هنا كوبري الأزهر، ولسه بنشوف محاولات جادة لتحويل المكان لمركز حضاري وتجاري منظم، مع محاولة للحفاظ على طابع المكان المعماري المميز. يعني شايفين فرشات في كل شبر على الأرض، وشكل فعلا عشوائي بره الجزء اللي احنا موجودين فيه، لكن الجزء اللي احنا موجودين فيه بقى منظم بشكل أكبر زي ما احنا شايفين. ولكن زي ما قلت لكم الترابيزات صغيره شويه وكانت محتاج تبقى اكبر من كده. يعني الشكل اللي احنا شايفينه طبعا شكل مش حضاري تماما، الفرشات اللي موجوده على الارض وشكل عشوائي جدا. لكن يعني الشكل اللي اتغيرت بيه المكان ما اعتقد ان هو ممكن يبقى جيد شويه. ولكن زي ما بقول لكم الكاكاس اللي مرميه دي، واللي حتى شفنا حد بيرميها تقريبا، يعني اعتقد انه مهم جدا ان احنا نحافظ عليها ويكون في سلات مهملات، ونراعي بقى عمال النظافه اللي بيشتغلوا ان هم نخفف عليهم الموضوع شويه.
يعني طبعا احنا في الشتاء، فالهدوم كمان بتاخد مساحة اكبر من هدوم الصيف، عشان كده الترابيزة مش سايعة الهدوم دي كلها. كمان مهم التشديد على البائعين ان هم ينظموا بضاعتهم على الترابيزة، حتى عشان اللي جاي يشتري ما يتوهش ويعرف يتفرج على البضاعة بسهولة. الترابيزة دي بتكون مفرغة من جوه عشان البياعين يخزنوا فيها البضاعة بالليل. واحنا لسه مع بعض في شارع العسيري، ولسه عامل النظافة ربنا يكون في عونهم بيحاولوا على مدار الساعة تنظيف الشارع والممر زي ما احنا بنشوف مع بعض. بصوا انتوا الاثنين مش طبعا الشكل اجمل بكتير ومنظم بشكل احسن بكتير، واحنا لسه بنتمشى مع بعض، وبحاول ان احنا نتمشى في كل الاجزاء ونشوف الشكل العام للمكان بشكل اوضح شوية. واحنا زي ما حضراتكم شايفين كده على شمالنا هو محل حلاوة، وبعديه موجود في الجزء ده محل بريموس. واحنا هندخل بقى ونتمشى شوية يعني نعمل الحاجة اللي ما عملناهاش، ان احنا نتمشى بين المحلات والترابيزات. عموما زي ما احنا شايفين كده هو في صفين من الترابيزات، وادي محل بريموس اللي موجود على شمالنا دلوقتي، واللي كنت اتكلمنا عليه ان هو يعني منبع بقى السبرتيات النحاس والوابور الجاز، الحاجات القديمة اللي زي كده. عموما تطوير القاهرة التاريخية من المشروعات اللي الحكومة مهتمة بيها جدا، وهي فعلا مهمة لأن القاهرة ليها قيمة كبيرة بين عواصم العالم القديمة زي لندن القديمة وبرلين القديمة وباريس القديمة وغيرها كتير من العواصم. لسه بنتمشى مع بعض اهو. شوفوا الجزء ده المسافة معقولة جدا بين المحل والترابيزات، لان الشارع هنا اوسع نسبيا، لكن هنلاحظ ان المسافة دي هتقل كل ما طلعنا لقدام، لان عرض الشارع عموما بيقل والترابيزات دي احجامها موحدة. ملاحظين ان الترابيزات زي ما قلنا صفين، واحنا لسه مع بعض بنشوف يعني شكل المظلات واللي اتعملت بشكل مايل كده عشان ما يتجمعش فوقيها ميه المطر. رجع السلام يا ريس. المساحة هنا قلت جدا، وبنلاحظ طبعا تنظيم البضاعة على الترابيزات، ودي بتفرق من بياع لبياع، وسلوك بشري بيختلف بين واحد والتاني في اهتمامه بالنظام. الممر هنا يعني زي ما احنا شايفين بقى اضيق اكتر، وبصراحة فعلا بيظلم المحلات اللي وراه، لكن عموما دي طبيعة المكان. وعموما المحلات طبعا برضو بتهتم بفكرة وجود عدد اكبر من الناس. اللي هيتفرج على الفرشات اكيد هيخش محل من المحلات دي، يعني زي ما بقول لكم اعتقد كان الافضل ان يكون في الجزء ده بالذات صف واحد من الترابيزات مش صفين، وهيكون يعني الموضوع اجمل بكتير. احنا رجعنا لشارع الجوهري وخارجين مرة تانية في الاتجاه اللي رايح على شارع البوسطة، وهنلف بقى ونتفرج مرة تانية على ما بين الترابيزات والمحلات. زي ما بقول لكم الناس اللي واقفين بالبضاعة دي في وسط الممر بيقللوا جدا من المساحة. خرجنا مرة تانية على شارع البوسطة وهندخل في جزء جديد ما بين الترابيزات وبين المحلات. لا رجال لسه بنتفرج مع بعض على الجزء اللي تم تطويره من العتبة، ولسه بنلاحظ شكل المكان عامل ازاي. هو شكل المكان تجاري جدا، طول عمر العتبة منطقة تجارية بشكل كبير، والأسعار طبعا بتكون في العتبة أسعار مميزة جدا طول عمرها. والفرشات دي طبعا بتكون يعني أسعارها أقل من المحلات اللي ممكن تلاقيها في وسط البلد مثلا، وبيكون فيها الحاجات اللي جودتها عالية والحاجات اللي جودتها متوسطة والحاجات اللي جودتها أقل، يعني بتراعي كل الميزانيات الخاصة بالناس. اهو اللي كنت لسه بقول لكم عليه
هو واحد في وسط الممر ماشي بمجموعة من الأحذية، وشايفين الناس قاعدة وبيقيسوا الأحذية وهم قاعدين، فطبعا ده قفل تقريبا الممر. فاعتقد ان ده محتاج رقابه صارمه على ان الناس ما تعملش كده، عشان الناس تقدر تتمشى براحتها وتتفرج على البضاعه اللي موجوده في المكان. انا كده في شارع الرويعي او جزء من شارع الرويعي مره تانية، واتمنى ان يعني رحلتي معاكم تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المره اللي بعدها مش